بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة يوليس أسفة، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. سمحوا لي، شحال هذه ما حطيت حتى شي فيديو على هذه القناة. فاليوم قررت ندير واحد الفيديو بخصوص الفضيحة الكروية، ألا وهي نصف نهائي ما بين نهضة بركان ونادي اتحاد العاصمة. للأسف الشديد كما قال المرحوم الحسن الثاني رحمة الله عليه، شوفوا هاد الجيران اللي حشرنا معاهم سيدي ربي في الجورة ديالنا، ماشي الشعب الجزائري، كنقصد النظام الجزائري، نظام العسكر. هي مباراة كرة قدم، رياضة، مشاو كيسيسوها حتى هي، دخلوا فيها لا حقا الراية كاملة، مات الراية كاملة، ودخلوا في واحد المسائل اللي هي بعيدة على الكرة، لا علاقة لها. وشكون الضحية في هادشي كامل؟ نادي اتحاد العاصمة هو الضحية، لأن النظام اللي الزم على اتحاد الجزائر العاصمة فرض عليه ديال الخطأ. وللأسف أن النادي عنده ناس مستشارين في القانون، عارفين الناس، عارفين القوانين كيفاش كتمشي، وتجاهلوها وخضعوا للتعليمات ديال النظام ديالهم، النظام ديال العسكر. النظام ما فهمتوش انا، ناس ما كيتصرفوش بحكمه. فبمجرد وصول نهضة بركان الى الجزائر، قامت السلطات الجزائريه باحتجاز اللاعبين واحد المده كبيره داخل مطار هواري بومدين، واحتجزوا لهم الامتعه بدعوى ان فيهم قميص حقا فيه الرايه المغربيه كامله. الرايه المغربيه راه هي هذيك، الصحراء راها مغربيه، ابى من ابى وشاء من شاء. الصحراء راها مغربيه، ولستم طرف في هذا النزاع، لستم طرف في هذا النزاع. المغرب في الطرف النزاع ديالو هو الجمهوريه الوهميه اللي انتم اخترعتوها انتم، النظام الجزائري. لا اقول الشعب الجزائري، الشعب الجزائري شعب طيب، شعب شقيق، ناس كنحبوهم وكيحبونا. فهنا احتجزوا لهم الأقمصة بدعوى أن فيها العلم، وهذه شعارات سياسية. قال لك لا سيدي، هذا ماشي شعار سياسي، هذا العلم ديال البلد ديالنا معروف، والأعراف الدولية كلها عارفة هادشي. احتجزوا لهم القميص. نهضة بركان دارت مراسلة رسمية للكاف بأن هاد الناس هاش نصرة وهاش نصرة وهاش نصرة، الإيميل الرسمي. جاوبتهم الكاف كتقول لهم باللي يا ودي يعطيهم الأقمصة ديالهم، هادشي اللي كديروا راه مخالف للقانون. وامروا نهضة بركان باش يمشيو للفندق حتى الغدا وحنا غنحلوا المشكل. مشات نهضة بركان للفندق اللي كانوا جالسين، ما تريناوش لان ما داروش التدريبات ديالهم، لان ما كاينش ملعب فين غيديروا التدريبات. لا غدا ليه مشات امرات الكاف باش بركان تمشي للملعب. مشاو للملعب، كيتفاجئوا قالوا لهم راه غادي يجيبوا لكم اقمصه. ما جابوش لهم اقمصه، داروا مراسله جديده تيقولوا لهم بلي هاد الناس راه ما جابولناش اقمصه. الخطا الثالث غيرتكبوه السلطات الجزائريه، مشاو كيطبعوا قميص ما فيش الرايه ديال العالم المغربي اللي هو مصادق عليه من طرف الكاف، وطبعوا قميص من ديتهم من راسهم. وهذا خطا الثالث، ما عندهمش الحق يطبعوا قميص ديال النادي عنده تعاقد مع جهه معينه كتطبع الاقمصه.
حتى هاد الجهه راه غادي تقاضيهم على هاد المساله اللي داروا. ف بدات الفوضى وبداو دوك الناس الفاهمين كي تنقولوا حنايا، الناس اللي فاهمين بزاف. هذا بلد عنده سياده، ما يمكنش تعداو على شكون اللي تعدى خويا على السياده ديالك؟ حنا جينا نلعبوا معاك كره بالون بس، ما تعداو على السياده ديالك، ما ساءوا السمعه ديال البلد ديالكم، ما ساءوا الخريطه ديالكم، ولا حتى شيء من هادشي اللي كتقولوا كله ما كاينش، شي ما منوش. والقوانين راه واضحه، مما ادى الى ان الكاف تعطي القرار حتى اللي زربيط راه ما دخلوش، قالوا لهم يعطيهم القميص ديالهم يلعبوا بما هادشي اللي كديروا ماشي قانوني. رفضوا الى ان امر الكاف نهضه بركان بالانسحاب الفوري ويروحوا للمطار ويمشوا في حالتهم الى حين صدور قرار. داكشي اللي وقع، مشاو بركان رجعوا في حالتهم. بعدها بيوم صدرات الكاف قرار ديال خساره اتحاد العاصمه ب3-0 وفوز نهضه بركان، بناء على الخروقات اللي دارها البلد المستضيف. لان القوانين واضحه، تيقول لك انت غتستضيف واحد الفريق في واحد نصف نهائي ولا نهائي ولا ربع نهائي في واحد دوره رياضيه تحت لواء الكاف، خاصك تحمل الفريق الضيف من المطار، توفر له فين يدير تدريبات، الامن، فندق، الى حين مغادره هذا البلد. فهنا ارتكبت اتحاد العاصمه اللي كانت هي الضحيه الكبيره بسبب الغباء ديالهم وبسبب تصرفات النظام العسكر. الخطأ الأول احتجزوا الفريق واحتجزوا الملابس. الخطأ الثاني قالوا لهم حنا غنجيبوا لكم ملابس، صيفطوهم للملعب، مع العلم أن الكاف أمرتهم ما امتثلوش التعليمات ديال الكاف. الخطأ الثالث مشاو كيطبعوا أقمصة ما من حقهمش يطبعوهم، كاينه جهه معينه اللي متعاقده مع الفريق حتى هي غتقاضيهم. هادشي كله تسبب في الغاء المباراه. شكون الضحيه؟ اتحاد العاصمه، لانه غتنزل عليه عقوبات وغرامه ماليه لان البث ما دارش. البين سبور واخده الماتش خصها تنقلو، لان غطالب الكاف بالتعويض، والتعويض غتخلصوا اتحاد العاصمه. الغرامه غتنزل من 50,000 دولار حتى ل 100,000 دولار، والتوقيف ممكن 2 بسبب غباء مسؤولين اتحاد العاصمه وغباء نظام العسكر اللي تيقحموا. ما فهمتش، قحموا نادي عنده تاريخ في مشكل خاوي. لا دخل لك في الخريطه. القميص ديال بركان مصادق عليه من طرف الكاف. قبل ما دير انت واحد القميص تلعب به تيخصك دير نسخه منه تعطيها للكاف، والمسؤولين خصهم يشوفوا هذا القميص وتتم الموافقه عليه كيصبح القميص رسمي. ما عندكش الحق حتى شي فريق يقول لك لا هذا القميص ما عندكش الحق تلعب به، ما عندكش حق. كان من المفروض تلعب كره، تلعب الماتش وتحتج من بعد دير مراسله. الا عندك شي حق تاخذه، ما عندكش حق راك ما تاخذوش. هذا القرار اغضب السلطات الجزائريه، وطلعوا بعض الاعلاميين تنقول لهم الله يهديكم، لان لا يعذر احد بجهله القانون. راه الماده 10 في القانون ديال الفيفا تيقول لك ممنوع منعا كليا الشعارات السياسيه على القميص. كاين البند تيقول باستثناء البند 2 على ما اعتقد، ولا المهم بحال هكا مش متاكد منه، لكن كاين هذا البند باستثناء ممنوع الشعارات السياسيه باستثناء التظاهرات القاريه مثل الكاف، شي تظاهره افريقيه ديال الانديه ديال افريقيا. هنا كاين استثناء، دير شعار ولكن يكون مصادق عليه من طرف الكاف. فهاد القميص موافق عليه، سيتو العمليه انتهت. انت كاتحاد عاصمه كتمتثل القوانين ديال هذا الكاف اللي كيسري عليك كيسري عليا انا بركان. ما يمكنلكش توقف المباراه يعني بواحد الطلب اللي هو خارج على الاطار القانوني. وبداو شي صحفيين اعلاميين الله يهديهم داخلين المنابر وتيهضروا المغرب المروك حقا القجع هو صاحب الكاف
مات الكاف ما صاحب حتى واحد. الكاف عنده قوانين منزلها 1 2 3. تمتثل لهاد القوانين راه انت صديق ديالو، ما تمتثلش ليها راك ما صديقش ديالو، راه غيحكم عليك. راه نهضة بركان لو تخالف هاد القوانين راه غيحكم عليها الكاف بالعقوبه والغرامه، وانتهت الحكايه. القجاع لا علاقه له بهذا الموضوع. انتم قاحمين هذا السيد. هذا ممثل الاول بعد صاحب الجلاله نصر الله، هو الممثل الاول ديال الجامعه الملكيه لكره القدم، فبالتالي هو اللي تياخذ القرارات اللي كتخص كرة القدم المغربيه. فمن الطبيعي جدا انه يكون في الواجهه، فهو لا علاقه له ولا بالكاف ولا هو تيمتثل حتى هو وتيطبق القوانين على الانديه ديال المغرب حرفيا. تيقول خصكم تطبقوا القوانين، ما تخرجوش على الاطار القانوني. لعب الكره وطلب حقك. علاش انت مدخل راسك في المشكل انت في غنى عنه وتسببتي في خساره فريق وغرامه وتوقيف وكثير من الاشياء؟ فهذا غباء من السلطات الجزائريه، غباء. وكاينين بعض الناس كي قلت لك تيطلعوا لمروك، مات المروك هذا ذباب مسلطه السلطات الجزائريه، يعني سيروا طلعوا للمنابر الاعلاميه وهضروا. وكاينين بعض الاعلاميين والله الا كنت كنحترمهم، لكن للاسف الشديد عبروا على الغباء ديالهم حتى هما. انا لا اعتبرهم هما صحفيين من ابتداء من هذا الحدث، ما كنعتبرهمش انهم صحفيين. وكاينين بعض الصحفيين اللي قالوا الحق، العاب الماتش ومن بعد دير مراسله عندك حق تاخذه. فباقا جايه الغرامه، مازال دابا الكاف صدر خساره الفريق واحاله الملف الى الشان التاديبي، الجهه اللي كتصدر العقوبات. مازال العقوبه جايه. وطعنات اتحاد الجزائر العاصمه في الطعن، ترفض الطعن. ودابا قاعدين تيوهموا في الشعب ديالهم. لا، حنا غنمشيو للطاس، غينصفنا الطاس ما عنده ما يدير لك، حيت الطاس ليس هو الا بك اش غنقول لك حكم بحال القضاء. مراحل التقاضي 3: ابتدائي، حكم ابتدائي، حكم استئنافي، وثم ياتي النقد والابرام او التمييز كما يسمونها في الخليج. التمييز، حكم ابتدائي تيصدر كيستنف، استئناف تيراجع الحكم. هل هناك خطأ في اطوار الدعوه الاولى او لا، او ظهرت شي حاجه كتثبت البراءه ديال هاد الطرف اللي غيتقاضى، اللي مرفوع عليه الدعوه، ظهرت شي حاجه كتبرئو، الاستئناف كتلغي الحكم. فالاستئناف ملي كتراجع الحكم كتلقاه قانوني، يا اما تعطيك نفس الحكم يا اما تزيدك. تيبقى الطاس اللي هو النقد، طاس مراجعه الاحكام فقط لا اقل ولا اكثر. واش هاد الناس مظلومين ظلموهم ولا لا؟ بناء على اي شيء صدرات الكاف هاد القرار. فالكاف عندها اعتمدت على خروقات اللي ما خصهاش تخرقها البلد المضيف، فهما خرقوا هذه القوانين، مما جعل ان الكاف راسلهم مراسله رسميه ولم يمتثلون لقرارات ديال الكاف والقوانين. فهناك اصدر الكاف هذا القرار وصحيح. والطاس لا اعتقد، انا اقول للشعب الجزائري ما تنتظروش ان الطاس غينصف اتحاد العاصمه، غادي يفعل عليهم الغرامه بلا ما يبقاو يوهموكم. الحكومه ديالكم والحكام ديال الذباب، حكام العسكر، راه غتيوهموا فيكم بلا الطاس ينصفنا. وداك المنابر ديال التلفزيون اللي تيقولوا لكم داك الافلام وديك المسرحيات ديال راه الطاس غيعطينا الحق، راه ما غيعطيكم والو الطاس. راه الامور واضحه بحال شي واحد سارق شداتو الضابطه القضائيه ومعاه المحجوز المسروق، سارق معاه مسروق، تيقدموه للقضاء. المحامي راه ما تيطلبش البراءه اللي غيدافع عليه، تيطلب ظروف التخفيف فقط، لأنه هو تهمه ثابته في حقه، خالف فصل من الفصول الجنحيه او الجنائيه، طبق عليه القرار، انتهت الحكايه. فتنقول لهذاك الاعلاميين اللي تيطلعوا ودوك اليوتيوبرز اللي كيطلعوا تيبقى يسبوا فينا، حنا كمغاربه كنحبوكم، حنا كنحبوا الشعب الجزائري الاصيل المربي اللي عنده اخلاق عاليه، وهما كذلك يحبونا. فالله يهديكم
انا كنقول لكم من هذا المنبر الله يهديكم، راه الامور واضحه، ما تخلطوش بين الابيض والاسود. كنتمنى اليوم هذه المباراه الاياب تلعب في ظروف جيده، ونتمنى من الله ان هاد اتحاد العاصمه يديروا عقلهم ويخووا بالهم من هذه الممارسات اللا اخلاقيه. وهذا راه كله غير تخربيق، والصحراء مغربيه ابى من ابى وشاء من شاء. وشوفوا هذا النظام ديال العسكر من يوم ما حط راسه في هذا المأزق اصبح منعزلا تماما عن العالم بسبب هذه القضيه ديال الصحراء المغربيه. الصحراء راها مغربيه، النظام الجزائري تبع الصحراء المغربيه اصبح معزول تماما عن العالم، وباقي غادين في السياسات الفاشله. الله يهديكم، الله يهديكم. وتنقول لكم الصحراء راها مغربيه، ابى من ابى وشاء من شاء. ونتمنى من الله تكون المباراه اليوم تدوز في احسن الظروف من غير مشاكل ولا حتى شي حاجه اللي غتعيق المقابله. ونتمنى التوفيق للفريقين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.